السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. قبل ما ابدا الفيديو دوسوا لايك واشتركوا في القناة لسه ما اشتركتوش وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد ان شاء الله. انا بقى ايه، جات لي فكرة كده اهو، قلت اقوم انفذها على طول. مبدئيا كده نحط هنا بصل الاول وزيت وبصل وايه، هنزل بفصين التوم دول مقطعهم كده اهو، وكده اقول لكم هعمل ايه. وهعمل كالاتي يا جدعان: عندي بتنجانتين، على بطاطسيتين، على واحدتين سوسيس، قلت اعمل بيهم ايه غدا بقى النهارده. فغدانا هتبقى مسقعه، عملت قبل كده برده على القناه فيديو لوحدها، المسقعه اللي هي السريعه دي. اقطع بصلايه كده او بصلتين حسب الكميه انت عايزين. قطعت بصلايه زي ما يعني الحجم ده اللي انتوا شايفينه ده، واخدت معلقه زيت من الطاسه الوحشه دي اللي بقلي فيها البتنجان، كبشه دي كده اهو. بقى ايه، هدب البصلايه، احمرت مني شويه على ما جبت الستاند وقلت اصور واوريكم. وحطيت تومتين، فصين توم مقطعاهم او افرميهم زي ما انت حابه، مش هتفرق، كده كده هيستووا كلهم في بعض وهيتهري. وهنا في البتنجان اللي قليته اهو، ده لسه بيتقلي. وهنا معانا بطاطس بسلقها، هنعمل برده بيها اختراع كده ان شاء الله يبقى جميل ويعجبكم تعملوه يعني. انا هنا بعد ما دبلت بقى البصلايه او حمرتها، هنزل بايه، بالطماطميتين، جبت قطعتين كده كبار متقطعتهم. نوطي بقى النار عشان خاطر ايه، الطماطم تسبك معانا. طبعا ريحه التوم طلعت. شوف بقى هننزل عليها التوابل ايه، ننزل عليها بشويه كمون اهو، هننزل عليها بشويه ملح، انا ما حطيتش في البتنجان، ما حطيتوش ملح، هنحط حبه حلوين. هننزل بشويه فلفل اسود، جايين الفلفل الاسود اهو. الطابل اصلا خلصت، عايزه احط لها شويه. هحط حبه شطه صغيره، مش هحط كتير عشان العيال. طبعا النينجا بتاعنا الماجي، اقلبها بقى كده اهو، وهغطيها واسيبها تتسبك ايه شويه. بصوا بقى، انا بحب احط لها شويه خل صغيرين، انزل بس كده، اديها تقليبه واسيبها ايه تسبك براحتها، ونقلبها او نغطيها معلش. هنا بقى البتنجان كان اتحمر خلاص، والبطاطس اهي انا لسه حاطه فيها الشوكه دلوقتي ولقيتها ايه استوت خلاص. هنطلع بقى البتنجان، بس انتي نازله بالمصفيه الطاسه دي. هنستنى بقى البطاطس، هصفيها تبرد بس دقيقتين، هصفيها واسيبها تبرد شويه، وهنستنى لما الطماطم بتاعتنا تتسبك وايه، وهنكمل بقيه الوصفه بتاعتنا مع بعض. الصلصه بتاعتنا كانت خلاص بقى اتسبكت اهي، اتفكت في بعضها. هننزل بقى عليها بالبتنجان، كنت معليه عليها النار فهوطيها بقى شويه تاني.
ما تهريهاش يعني، ما تقولوا معايا، ما ايه، ما تهريهاش كلها. قلبوها بس كده اهو. بس كده يا حبايبي يا حلوين يا كتاكيتو. اسرع مسقعه ممكن تعملوها في حياتكم. احنا بقى النار عندنا هوطيها اكتر من كده كمان عشان مش عايزاها تتلسع، وهنسيبها تكمل تسويت بقى. البتنجان يدخل مع الصوص بتاعنا وكده اهو. هنيجي بقى على الناحيه التانية. تعالوا هنا عشان يبقى عملنا طبق طبق ما نتلخبطش. نجيب بقى الطاسه اللي كنت حاطه فيها البتنجان، شلناه بقى خلاص. وهننزل نحط سمنه. استنوا بقى نجيب معلقه تانية عشان مش هنعمل وصفتين بمعلقه واحده مع انه عادي يعني. حطينا بقى الطاسه كده سخنت، وهننزل يا حبايبي يا حلوين بمعلقه سمنه. وادي التانية بس هو ايه عشان كيس، انا مش عايزه اطلع الكيس قدامكم، لسه ما جبتش السمنه من التموين مش هضحك عليكم يعني. بس كده اهو. ما دام بقى الكيس طلع نكمل بقى، نكملها بقى. انا مش عايزه بقى احط للسوسيس بصل وطماطم وقصه عشان خاطر ما يبقوش الاتنين متسبكين، يعني الوصفتين فيهم تسبيكه. احنا ايه، قطعنا السوسيس بتاعنا اهو. ننزل بقى بيه كده نشوحه شويه في السمنه عشان احنا برضه عايزين يستوي، فاحنا تشويحه في السمنه يخليه يستوي. بصي هشوح فيه شويه لحد ايه ما تلاقيه احمر كده، او يعني خد لون معاكي تعرفي ان هو استوى. ممكن برضه نزود له شويه زيت. نحط له حبه صغننين كده اهو. يلا يلا بس كده. ونبدا بقى نحمر فيه، لما يغير لونه هرجع لكم. وزي ما انتم شايفين كده السوسيس بتاعنا خلاص احمر اهو. هنجيب بقى البطاطس بتاعتنا اتهرت. شايفين اتهرت ازاي؟ وطيت عليها بقى النار خالص. تصدقوا لسه في واحده مش مستويه، شكلها مش من نفس البطاطسيه طاطات. شوف بقى هنحط لها توابل ايه. هنحط لها شويه فلفل اسود، شويه فلفل على شويه ملح، حبه كده عشان خاطر ما كانش فيه ملح في البطاطس اصلا، وعلى شويه كمون عشان البطاطس تحب الكمون. وهنحط بقى ايه سنه خل. الخل برضو بيديها طعم ميزز جميل قوي. سامعين التش دي؟ وندي بقى كله تقليب في بعضه. ممكن برضو نزود لها ايه، هقول لكم برضو يا حبايبي دلوقتي، مش هبخل عليكم والله بالفكره. نحط لها شويه بابريكا، رشه كده زغنططه، ونحط شويه زيت تاني عشان نقلبها بقى حلو. كانت محتاجه شويه سوائل. واحلى بطاطس بالسوسيس بالبابريكا ممكن تاكلوها في حياتكم يعني.
الخل بيديها طعم مميز جدا برضه، عشان ما تبقاش بيضه كده ورخمه وساكته كده ربع ساعه بتاعت العيانين. ادينا برضه لون احمر مع السوسيس. بس كده يا حبايبي، وادي الطبق بتاعنا كمان التاني جهز. اغرف بقى وارجع لكم. وكده الطبق بتاعنا يكون النهارده خلاص بقى جاهز زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي. احلى اكله حرشه وسريعه وجميله جدا، وهتعجبكم. اول بصه بتاعت البطاطس دي انا دقتها، انا حالا اهو الفيديو بيتعمل على طول دلوقتي مش بيتمنتج، فانا دقتها دلوقتي. حلوه 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 جدا، جربوها بجد هتعجبكم جدا. اهم حاجه تحمروا السوسيس عشان يكون مستوي كويس. هتحطيه كده في ده مش هيكون مستوي، يبقى ني وممكن يبقى ليه اضرار. فعشان نبقى متفقين نحمر السوسيس. ممكن بقى نعملها بالسجق، ممكن نعملها بلحمه مفرومه، عندك اي حاجه تانية ممكن تقدر تعملها بيها. والمسقعه السريعه اللذيذه بتاعتنا، ومعانا طبعا طبق المخلل اللي انا بعشقه، والفلفل دوت بتاعي انا اللي هاكله ان شاء الله، ربنا يستر عليا. لو لسه بقى بتتفرجوا على الفيديو دوسوا على اللايك واشتركوا في القناه لو لسه ما اشتركتوش، وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد ان شاء الله.